أخمدت السلطات المغربية حريقا أتى على 12 هكتارا قرب مدينة طنجة. وتمكنت السلطات من إخماد حريق بالقرب من بلدة الجديد تابعة لمدينة طنجة بعد تدخلات الوقاية المدنية. كما تمكنت عناصر الوقاية المدنية وفق موقع اليوم من إخماد الحريق عبر استعمال 3 شاحنات سهريجية من الحجم الكبير. ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، إلا أنه أتى على مساحات واسعة من الأشجار والأعشاب بسبب الرياح وارتفاع درجة الحرارة. دعت الوكالة المغربية للمياه والغابات إلى توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للغابات في 10 أقاليم. وقالت الوكالة في بيان أن هناك خطورة قصوى لاندلاع حرائق في غابات 10 أقاليم، ومن بين هذه الأقاليم طنجة، أصلة وأنقرة والناظور والعرائش والحوز وخنيفرة وتونات وتازة وبركان الصويرة وفق البيان.